أهلا بيكم في قناة فهمناكو. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والشير عشان الكل يستفيد، وكمان تتابعونا على الواتساب والتليجرام. أهلا بيكم في المحاضرة الخامسة في السلوك التنظيمي. النهاردة هنتكلم في موضوع ممكن نقول إنه قلب أي منظمة ناجحة، وهو الدافعية والتحفيز. هنحاول نكتشف مع بعض إيه اللي بيحرك الناس بجد في شغلهم، ودي الخريطة اللي هنمشي عليها. هنبدأ بحاجة اسمها لغز الأداء، وبعدين ندخل جوه ونفهم يعني إيه دافع وإيه الفرق بينه وبين الحوافز. بعدها هناخد جولة على أهم النظريات اللي فسرت الموضوع ده، ونشوف إزاي بنحول النظريات دي لأدوات نستخدمها. وفي الآخر خالص هنلخص كل ده ونطرح كام سؤال للنقاش. طيب، يلا بينا نبدأ بأول حاجة، لغز الأداء. سؤال ممكن يبان بسيط، بس هو بيحير أي مدير في أي مكان في العالم. يا ترى ليه في ناس بتشتغل بقلبها وبكل طاقتها وناس تانية لأ؟ يعني إيه السر اللي بيخلي موظف في مكان معين يكون متألق وناجح جدا، وزميله اللي جنبه اللي بيعمل نفس الشغلانة بالظبط يكون بيعاني ومش بيحقق أي حاجة؟ الإجابة على اللغز ده هي أساس كل كلامنا النهاردة. وعشان نفهم لازم نبص جوه الإنسان نفسه. هنتكلم عن الدافع، ممكن نعتبره الموتور الداخلي اللي بيشغل كل واحد فينا. يعني إيه دافع؟ التعريف بيقول إن قوة داخلية بتطلع لما يكون في حاجة عندنا مش متحققة. القوة دي بتزقنا في اتجاه معين عشان نحقق الهدف اللي هيشبع الحاجة دي. أبسط مثال الإحساس بالجوع، ده الدافع اللي بيخلينا نقوم وندور على أكل. وبصوا على الرسمة دي بتوضح الفكرة بشكل ممتاز. قوة الدافع بتيجي منين؟ من حجم الفجوة بين الوضع اللي نفسنا نكون فيه والوضع اللي احنا فيه فعلا. كل ما الفجوة دي تكبر، كل ما قوة الدافع اللي بيزقنا عشان نقفلها بتزيد. وهنا بقى لازم نقف عند نقطة مهمة جدا عشان ناس كتير بتتلخبط فيها. لازم نفرق بين الدافعية والحوافز، وده مش مجرد فرق في الأسماء، ده فرق جوهري بيخلينا نفهم سلوك الناس صح. الدافعية دي الحالة اللي جواك، الرغبة والمجهود اللي بتبذلهم عشان توصل لحاجة. ده زي ما قلنا الموتور بتاعك. أما الحوافز فدي الحاجات اللي بتجيلك من بره، زي المكافآت أو كلمة شكر، ودي الإدارة بتستخدمها عشان تشجعك. فالحوافز هي البنزين اللي بيشغل الموتور ده. والمعادلة البسيطة دي بتلخص القصة كلها، الأداء بيساوي القدرة مضروبة في الرغبة. تخيلوا معايا كده، لو الرغبة اللي هي الدافعية كانت صفر، مش مهم بقى الشخص ده قدراته إيه، حتى لو كان عبقري، النتيجة في الآخر هتبقى إيه؟ صفر. ده بيورينا قد إيه الدافعية دي أساسية ومحورية. طيب، بما إن الموضوع مهم كده، أكيد العلماء درسوه كتير. فتعالوا نتعمق شوية ونشوف أشهر النظريات اللي حاولت تفسر وتفصص إيه اللي بيحرك الناس فعلا. وطبعا أول ما بنتكلم عن النظريات الدافعية لازم نبدأ بأشهر حاجة فيهم، هرم ماسلو للاحتياجات. ماسلو ببساطة عمل لنا خريطة لاحتياجاتنا كبشر ورتبها في شكل هرمي، من أبسط الاحتياجات تحت خالص لحد أعقدها فوق في القمة. فكرة ماسلو إننا بنطلع الهرم ده درجة درجة. يعني بنبدأ الأول بالاحتياجات الأساسية للبقاء، أكل شرب مأوى. لما دي تتشبع نبدأ نفكر في اللي بعدها، الأمان، سواء أمان وظيفي أو صحي. بعد كده تيجي الاحتياجات الاجتماعية، إننا نحس بالانتماء، يكون لنا أصحاب وأسرة. وبعدين تقدير الذات، إننا نحس بقيمتنا والناس تحترمنا. وفي آخر الهرم خالص بتيجي أعلى حاجة، تحقيق الذات، إننا نوصل لأحسن نسخة من نفسنا. نيجي بقى لنظرية هيرزبرج، ودي بجد فيها فكرة مدهشة. هيرزبرج قال لنا يا جماعة، في نوعين من العوامل في الشغل. في عوامل لو مش موجودة هتسبب استياء، زي المرتب الكويس وظروف العمل الكويسة. بس لو موجودة هي مش هتحفز، هي بس هتمنع الشكوى، يعني وجودها بيخلي الوضع عادي. أما التحفيز الحقيقي فبيجي من عوامل تانية خالص، زي الإحساس بالإنجاز، التقدير، طبيعة الشغل نفسه، المسؤولية. هي دي الحاجات اللي بتولع الحماس بجد. ودلوقتي ننقل على نظرية فروم أو نظرية التوقع. النظرية دي بتشوف الدافعية كأنها عملية حسابية منطقية بتحصل في دماغ كل واحد فينا. يعني قبل ما نقرر نبذل مجهود في الشغل بنعمل حسبة سريعة كده، بنسأل نفسنا 3 أسئلة. تعالوا نشوف إيه هما. الحسبة دي بتبدأ بالسؤال الأول، التوقع، وهو هل أنا لو بذلت المجهود المطلوب هقدر فعلاً أعمل أداء كويس؟ يعني هل أنا واثق في قدرتي إني أنجح في المهمة دي؟ طيب لو الإجابة وعملت أداء ممتاز، يجي السؤال التاني، الوسيلة. هل فعلاً الشركة هتديني المكافأة اللي وعدتني بيها؟ ده سؤال عن الثقة. هل النظام ده هيوفي بوعده ولا كلامه خلاص؟ ونيجي للسؤال الثالث والحاسم، التكافؤ أو القيمة. المكافأة نفسها اللي معروضة دي،
هل هي مهمة بالنسبة لي؟ هل أنا عايزاها أصلاً؟ لأن لو المكافأة دي مش فارقة معايا يبقى كل الحسبة اللي فاتت دي ملهاش أي لازمة. طيب، كل الكلام النظري الجميل ده إزاي نترجمه لحاجة عملية على أرض الواقع؟ هنا بقى بنفتح اللي بنسميه صندوق أدوات الحوافز ونشوف إيه الأدوات اللي في إيد المديرين. أول وأشهر نوع من الأدوات دي طبعاً هو الحوافز المادية، ودي واضحة وصريحة: المرتبات الأساسية، المكافآت والعمولات، المشاركة في أرباح الشركة، الترقيات اللي معاها زيادة فلوس، والمزايا التانية زي التأمين الصحي وبدل السكن وغيره. لكن هل كل حاجة فلوس؟ لا طبعاً. في نوع تاني من الحوافز ممكن يكون تأثيره أقوى بكتير، وهو الحوافز المعنوية، زي إن بيئة العمل تكون إيجابية ومريحة، إن الواحد يحس بأمان وظيفي، التقدير العلني يعني كلمة شكر قدام الناس أو جايزة، العلاقات الكويسة مع الزملاء والمدير، وإن رأي الواحد يتسمع ويشارك في القرارات. دي حاجات بتشبع احتياجات نفسية أعمق. وبكده نكون خدنا جولة سريعة ومكثفة في عالم الدافعية. تعالوا بقى نلم كل الخيوط دي مع بعض ونشوف الخلاصة إيه. الزبدة بتاعت الموضوع كله هي إن الإدارة الشاطرة لازم تفهم الحاجتين مع بعض. لازم تفهم الموتور الداخلي اللي بيحرك الناس اللي هو الدافعية، وفي نفس الوقت تختار الأداة الخارجية الصح اللي هي الحافز عشان تشغل الموتور ده بأحسن طريقة ممكنة وتطلع منه الأداء المتميز. وفي النهاية هنسيبكم مع سؤالين للتفكير. السؤال الأول: بعد كل اللي قلناه، إيه هو الفرق الجوهري من وجهة نظركم بين الدافع والحافز؟ والسؤال التاني: لو طبقنا نظرية هيرزبرج، ليه زيادة المرتب لوحدها ممكن ما تكونش كافية أبداً عشان تخلي موظف متحفز على المدى الطويل؟ فكروا فيهم، وشكراً جداً لمتابعتكم.